السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، وللعيد فرحة، وفرحة العيد تأتي بعد عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام. فالمسلم في رمضان بين صلاة وصيام وقيام وقراءة للقرآن، وهناك منكرات تحدث في العيد يا عبد الله. من هذه المنكرات يا عبد الله ترويع المسلمين بحجة أننا نفرح بأيام العيد، فنأتي بالمفرقعات ونلقيها على المرة أو على الرجال والنساء ثم نفزعهن، فإذا سئلنا في ذلك نقول أننا نفرح بأيام العيد. اسمع يا عبد الله معي هذا الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ترويع المسلمين، والحديث رواه الإمام أحمد وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم، يعني كان النبي والصحابة مسافرون، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذوه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم، يا عبد الله يا أمة الله علموا أولادكم ذلك، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فنأتي بالمفرقعات فنلقيها على المرة. وبالأمس القريب امرأة كانت تمشي في الطريق فوقع عليها بعض المفرقعات فدمرت صدرها. فحذاري يا عباد الله، حذاري أن نقع في تلك المخالفات بحجة أننا نفرح ونمزح في أيام العيد، أو كان نأتي بالدجي على النواصي والطرقات، ونأتي بالمسكرات والمخدرات ونقول أننا نفرح بأيام العيد، مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى أولياء الأمور من آباء وأمهات أن يعلموا أولادهم الحلال والحرام. ثانيا من المنكرات زيادة معدلات التبرج في الأعياد للنساء، ومن المعلوم أن التبرج كبيرة، والإسلام يدعو إلى الستر والعفاف، والتبرج يدعو إلى الفجور والعصيان. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما يوم القيامة، من هذين الصنفين نساء كاسيات عاريات، امرأة ترتدي ثيابها ولكنها عارية في الحقيقة، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والعجيب كل العجب أن الفتاة تفعل ذلك على مرأى ومسمع من والديها، مع أن الوالدين سيسألان عنها يوم القيامة، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، أي هو مسؤول عن أهل بيته زوجته وأولاده وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه بعض السنن وبعض المخالفات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونذكر إخواننا وأخواتنا أن يدعمونا في هذه القناة، فإنها صدقة لنا ولكم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.